قولي لي بقى يا رحمة، ايه الحكاية؟ انا يعني كنت قاعده متطلقه وكده وعايشه. لا، انا عايزة اعرف الحكاية قبل ما الحكايه تطلقها، ما اتجوزتي. لما اتجوزت هو، اه. لما هو انا اصلا يعني لما جيت اتعرفت على امه وكده لقيتها كان عندك كام سنة؟ كنت لسه ماشيه في ال20 سنه. اه، ده اول الجواز خالص. اه اه. كنت اتعرفتي لسه عليه فين بقى؟ اتعرفت عليه، هو اصلا كان شغال سواق على الخط وكده، وانا كنت واخده شقه في المكان ده هو. بس هو مع يعني اهلك يعني ولا لوحدك؟ لا لوحدي. اه، وانتي اهلك فين؟ وانا ما كانش ليا حد يعني غير ابويا وابويا الله يرحمه. اه، وفين مامتك وفين امي؟ لا مامتي هي بالنسبه لي انا الله يرحمها. ما قطعها يعني؟ لا مش مقاطعة، هي كاتبة عليا تنازل وانا عندي 40 يوم، ليه؟ ان هي مش عايزاني. لباباكي؟ اه. اه. هو قال لي كتبت لي التنازل دوت في المحكمة ان هي مش عايزاكي. وما شفتيهاش خالص؟ مشوفتهاش غير مرة بعد ما ابويا ما مات، لما شافت الفيديوهات بتاعتي ديت قالت لي احسن، وانا لو كنت موجودة كنت خليتها تبحيدي وكنت كملت معاها. هي بتقولك كده؟ ليه؟ سايبيني هي أنا لو كانت عندي. شافت حماتك بتضربك كده كانت هي ذبحتك؟ شافت الفيديوهات. ايوه، هي قالت لك انا كنت هذبحك تقول لي انت يعني المفروض انك انت اصلا لو انت واحدة محترمة ما كنتش قلت لها، يعني ما كنتش شتمتيها الشتايم اللي انت شتمتها لها دي. طب انا شتمتها ان هنا حتى صورة ابويا بدعي له بالشفاء وهي بعتلي ضحك. ويوم موتة ابويا رفع اغاني على الواتس انا عايزاكي وعمالة تضحك. تتكلمي بالراحه شويه وتعدي صوتك شويه. يوم اليوم اللي ابويا توفى فيه رفع اغاني وعمالة تضحك وبعدين بترن على التليفون بتاعي. وبعدين يعني اختي اللي ردت لا، انا عليها. عايزه اعرف حاجه، هي سابتك وانت عندك 40 يوم. اه. اول مره تشوفيها بقى في حياتك كان عندك كام سنه؟ انا ما شفتهاش بقى غير بعد ما ابويا ما مات، ما كنتش هعرفها اللي اصلا. هو عندك كام سنه يعني؟ لسه ابويا ميت ما كملش 6 شهور. وانت عندك كام سنه دلوقتي؟ دلوقتي عندي 24 سنة 23 يعني سنة. انت قابلتي امك اول مره بعد 24 سنه؟ اه. اعترفتي فيها ازاي بقى؟ لا هي اللي جت. هي كده؟ هي اللي جت عندنا يعني عند بيت ابويا وكده. اه. فمرات ابويا جت استقبلتها ما فيش اي حاجه. ده بعد الفيديوهات يعني؟ اه. وبعدين شافتها وكده فانا دخلت انا. وايه اللي خلاها تظهر بعد 24 سنه؟ ما اعرفش بصراحه، هي بتقول لها انا كنت جايه ابص على ابو اسلام، على ابويا يعني، على ابو اسلام وكده وجت انا ما اعرفهاش. وما بصيتش على ابو اسلام في ال 24 ساعه؟ لا هي حد يعني هي مش مرات ابويا، هي يعني هي تعتبر احسن منها ان هي ربتني وكبرتني وكده. ماشي. هي يعني هي قالت اول ما انا ما دخلت قالت لي يا رحمه دي تبقى يعني دي تبقى امك الحقيقيه. قلت لها انا ما اعرفش حد بالاسم. وانتي سايبه بيت ابوكي وعايشه لوحدك؟ لا ما هو مش بيت ابويا، هو يعني ابويا كان ساكن ودلوقتي ما فيش حد. انا فاهمه، انتي بتقولي لما جيتي تتجوزي وانتي عندك 20 سنه كنت عايشه لوحدك. كان ابوكي توفى؟ لا كان ابويا لسه بقى عايش في الايام ايه اللي كان دي. مخليكي تعيشي لوحدك وابوكي عايش؟ هما اخواتي اصلا يعني ما فيش ود ما بيني وما بينهم. هما مش شققة؟ لا هو احنا 3 من ام و3 من ام و3 كل واحد من ام. كل دول ما فيش عمار بينك وبينهم؟ مش كل دول ما في، لا في 3 انا ما هم متواصلين معايا كويسين وما فيش اي حاجه. دول الشقق بتوعك؟ لا دول من اللي انا مش معايا حد من امي ومن ابويا. انا كل دول من ابويا يعني من ابويا بس. يعني ما عندكيش شقق؟ لا. اه. اللي هم ال3 دولت فانت ما كنتيش متوافقه مع اخواتك فرحتي عشتي لوحدك؟ طب ازاي يعني اجرتي بيت منين؟ جيت نعم في الشغلانه بتاعت المناديل دي. اتعرفت على صاحبه البيت وكده عن طريق السمسار. قلت لها بص حضرتك انا هديك كل يوم حاجه في حاجه عشان انا مش في مقدرتي ان انا. وابوكي كان موافق ان انت تعيشي لوحدك؟ وكان بيجي لي وكان بيجي يقعد معايا وكده. لما كنت اتعب بصراحه كان يجي يجيب لي العلاج ويجي لي، ما كانش في اي حاجه. يعني كنت سايبه بيت ابوكي عشان بتتخانقي مع اخواتك يعني؟ لا اخواتي بقى اللي هم يعني ايه بيحاولوا يضايقوني من عن طريق ابويا. يعني انت فاهمه ازاي بقى؟ كان يقول لي طب خلاص عشان خاطري. يعني بالبلدي كده كنت طفشانه ولا سايبه برضاهم؟ لا برضاهم، ما فيش اي حاجه، هم كانوا عارفين مكاني. وساعات اخويا الكبير كان يجي لي مع ابويا وكده يقول لي لا انت يعني الوضع ده مش عاجبني. ابويا يقول لي معلش عشان خاطري ابلعي، طالما انت شايفه نفسك قدام ربنا انك انت ما بتعمليش حاجه غلط خلاص. حتى الناس يعني اللي ساكنين معايا في الشارع اول ما ابويا ما جالي زياره وكده قال له
البطاقه بتاعتك عشان نتاكد ان انت والدها، دي واحده متطلقه وعايشه لوحديها. حلو. اتعرفت بقى عليه في اول الخط ده ولا في الخط اتعرفت عليه على جوزك؟ اتعرفت عليه، كنت راكبه واتجوزته؟ اتجوزنا. ايه اللي حصل بقى عشان يحصل الخناقات والفيديوهات دي اللي حصل ان هي اصلا ما كانتش موافقه على الجوازه من الاول، بس انا ما جاتش في دماغي ان هي هتعمل معايا حاجه زي كده. هو كان بيشتغل ايه؟ هو سواق. ماشي. سواق على خط، يعني الخط اصلا اللي هو شغال عليه. وايه اللي عمل المشكله اللي ادت للفيديو ده؟ اللي عمل المشكله ديت ان انا عينيا، هو كان فاتح لي، يعني كنا واخدين اوضه في السقيل، وجينا طلع كلمها في التليفون وكده. كنتوا بتتخانقوا ليه؟ اول مسكني ضربني. بقول له يعني انتوا كنتوا مش مبسوطين مع بعض؟ مش مبسوطين. هو جه قال لي انا هطلع اشوف اي حاجه، يعني لو هطلع دور مع اي حد على عربيه ولا حاجه، او اطلع اتبع واطلع بيشرب مخدرات؟ كان بيشرب. المهم قلت له خلاص ماشي، اللي المفروض ان انت دلوقتي جيت قلت لي انا هروح دلوقتي اعمل اي دور واجي اجيب لكم اكل. قلت لك ماشي. يعدي الليل والفجر يدن، وعماله كل شويه بص، والبت جعانه، الواد مروان ابني يعني جعان، وعماله بص. طب انا هستحمل الجوع، دول مش هيستحملوا. النهار طلع، الست اللي فوقيه ناديت عليها، قلت لها بعد اذنك لما علي جوزي يجي يقول له رحمه توكلت على الله، راحت على الشغل. ما انا هنا انا هفضل قاعده، العيال هيموتوا من الجوع. رحت واخده عيالي ورحت رايحه على شغلي، جبت اكلي وجبنا حاجتنا ورحنا مروحين. جه بقى، بس جه تاني يوم بالليل، يعني ما جاش في نفس اليوم، لا جه تاني يوم بالليل. فانا بصراحه انا فكرت انه يعني الحكومه خدته او في حاجه او كده. فرحت الجراج اللي هو واخد منه العربيه، راحت الست اللي ماسكه الجراج قالت لي ده اخوه جه واخده ومشي، هو ما روحلكيش؟ قلت لها لا. ما فيش بعديها، يعني تاني يوم على طول اتلقيته هو جاي. انت المفروض بقى انك انت جاي تفتشني، ولا جاي عشان تشوفنا احنا عملنا ايه، ولا جاي تدينا الاكل اللي انت المفروض كنت طالع اصلا تجيبه لنا؟ لا جاي. اول ما دخل راح فاتح البوك بيطلع الفلوس اللي فيه. قلت له انت بتعمل ايه؟ انت دلوقتي فلوسك انت؟ قلت له انت دلوقتي مش مديني حاجه، ودي فلوس العيال، ما تمديش ايدك على الفلوس. يقول لي لا دي مش فلوس العيال. ازاي يعني؟ وبعدين انت ازاي تروح الشغل من غير ما تقولي لي؟ طب انا هقول لك ازاي لما انت اصلا بره؟ انت ما جيتش، انا هقول لك ازاي؟ كلمه مني وكلمه منه، شدنا انا وهو صبعنا. راح ماسكني بقى يديني بالبنيات في عينيا. الفتح ده ايه؟ ده ما دي من البنيات اللي هو كان عمال يدالي في عيني. انا لقيت عمال يعني كذا بنيه في ورا بعضيهم، دي كانت واخده خدي ده كده. انا قلت وشي باظ، كانت مفتوحه فتحه كبيره. فقعدت اصوت وكده، والناس كان امتى يعني كان على حوالي الساعه 1:01:30 بالليل. الناس نزلوا، ايه يا جدعان في ايه؟ فالراجل اللي فوقيه راجل كبير نزل، فبقول له يا علي ما ينفعش يا ابن الصوت ده بالليل، وايه الكلام الوحش اللي انت عملته قوله لها دوت. قال له بس انا ومراتي محدش ليه دعوه. قال له لا ازاي محدش ليه دعوه؟ انت تموتها وتسيبها لنا جثه جوه وتقول لي محدش ليه دعوه؟ ازاي يعني محدش ليه دعوه؟ راح داخل، راح لا مؤاخذه، راح يعني شده كده وراح مطلعه بره. فبيقول لي ايه ده؟ فانا خارجه بقول له الحقني يا عم خالد، الحقني يا عم خالد. فبيقول لي ايه ده؟ انا هرس وحمد اللي عمل في وشك كده. قلت له مالي وشي؟ انا كل ده انا حسيت بالبنيات، انا كل ده مش شايفه، انا شايفه دم بس فكره نازل من مناخيري، مش شايف، ما خدتش بالي خالص ان من وشي. طبعا غير العبد وغير الخلق كان ماسك البيت ده، كان عمال يخنق لما صوابه علمت على رقبتي. ما تطلقيش ليه؟ بص ما انا جاي لحضرتك في الكلام اهو. جاي راح لا مؤاخذه راح ماسك دماغي، راح حاططها بين رجليه وبقى يضم برجله قوي. المهم جيت طلعت يعني؟ خلاص بقت علامات صوابعه كانت على رقبتي من هنا. لما رحت عملت له محضر، وجه الظابط قال لي هاتي تقرير، يعني اعملي تقرير طبي. قلت له حاضر. رحت عشان اعمل التقرير الطبي، لما عريت لها بقى جسمي وكده، فالدكتور شاف دي فقال لي ارفعي الطرحه كده، فبرفعها قال لي في يعني علامه صوابع على رقبتي. قلت له ايوه، وكان بيحاول يخنقني وانا ما. طب دي مش هتتخيط؟ قال لي لا دي طالما عدى عليها ساعتين ما ينفعش ان هي تتخيط، مش هقول لك 24 ساعه، دي كانت المفروض تتخيط في وقتها. قلت خلاص عادي مش مهم. جيت بعديها، فطبعا لما رحت عندنا وكده راح مصورين عينيا. كان ابويا لسه يعني كان بعيد عنك، كان عنده المرض الوحش، بس ايه ما كانش لسه اتملك منه قوي.
فبقى نايم على السرير يقول لي شفتي مش انا بقول لك اخلصي منه، نايميني مرتاح في ترابي واخلصي منه عشان خاطر ربنا يا رحمه، اخلصي من علي. قلت له حاضر يا ابويا، هشوف بس ايه الدنيا هتعمل معايا ايه، واللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. قال لي ماشي. رحت، طبعا كانوا واخدين مني القسيمه والبطاقه وكل حاجه، يعني كانوا مخليني ماشيه كده مفيش اي حاجه تثبت انا ايه ولا انا اسمي ايه. رحت واخده الشهاده ورحت عملت المحضر. فانا بعت لها الصوره بتاعت عينيا وهي مفتوحه اول ما هو يعني اول ما اتفتحت، بعت لها على الواتس. فبتقول مين بعت لي مين؟ بقول لها انا رحمه اللي انت عملت لها عاهه مستديمه في وشها. راحت بعت لي عليها ها يعني كده ضحكه، بس ايه يعني هات كتير كده. فما لا مؤاخذه رحت شتمتها شتايم غلط. رجعت بعديها راحت جاب بردك رفعت الصوره بتاعت ابويا بردك، راحت بعتلي ضحك عليها. جت يوم من وفاه ابويا بردك راحت مش امك ولا حماتك؟ دي حماتي. جت راحت حاطه اغاني. طب يا معلش ده انت يعني اقول لك ايه يعني عشان كده حلقت لك شعرك؟ تقول لي انت بتقولي لابني عشان انا يعني. هي مسكتك ازاي حلقت لك شعرك؟ يعني ازاي اتملكت منك؟ بصي حضرتك، هو انا رحت لهم بعد ما ابويا مات بقى، كان لسه ال40 بتاعه ما عداش. فقلت خلاص، وهو قال لي تعالي ومحدش هيكلمك، وجوزها بعت لي على الواتس وقال لي تعالي وديري دنيتك وانا ابقى راجل فيا وكذا كذا. يعني بعد ما ضربك انت ما اتطلقتيش؟ لا عملت المحضر بتاع عينيا وما اتطلقتش بقى. ما انا مش عارفه محضر لجوزك وقاعده معاه. ما هي بقى حاولت تجيبني عشان ان انا يعني اتنازل عن المحضر ده. بقيت اقول لها ماشي حاضر ماشي حاضر. ما انا اتنازل ازاي؟ ما احنا لسه ما خليناش حاجه، انا رجعت بس ما فيش حاجه اتحلت. بس فجيت بقى بعديها. مسكتك ازاي حلقت لك شعرك يعني؟ لا ده هو اللي قص لي شعري. جوزك؟ ليه؟ هو اللي قص لي شعري. عشان غلطتي فيها؟ مش عارفه بصراحه، واحنا يعني كنا بنزعق. مش عارفه؟ مش حته مش عارفه، مش عشان انا غلطت فيها. هو انا دلوقتي هي كانت يعني اللي هي ايه قالت لي انا جايه في صفك، خليكي انت بقى في صفي. قلت لها ما انا مش فاهمه انت بتتكلمي على ايه. قالت لي علي دلوقتي عايز يسيب البيت ويمشي، انت عايزه تمشي؟ قلت لها لا انا مش عايزه امشي. ما انا هنا محطوطه. ما انا لو قلت لك انا عايزه امشي هتقولي يبقى انت اللي مسلطاه. لو قلت لك لا خلاص انا هقعد هتبقي ماشيه معايا عادي. فقلت لك خلاص ماشي اللي انت عايزاه. المهم جت راحت قالت لي بقول لك ايه. قلت لها قالت لي علي اليومين دول عمال بينخرب عشان عايز يمشي. ده بعد ما رجعت واتكلمت عادي وكأن ما فيش اي حاجه، ولا كأن اللي حصل ده حصل، ولا كأن في اي حاجه. بقيت كل ما اجي اقول له على حاجه لمؤاخذه يرد عليا بلفظ مش يعني بلفظ ما ينفعش. وبعدين يعني انت اخوك شاب وجوز امك، يعني احنا قاعدين في شقه واحده، ما ينفعش انك انت تقول لي لفظ زي ده كده قدامهم حتى يعني. بس المهم بقيت اقول له طب خلاص يا علي، طب انت عايز ايه؟ يقول لي انا عايزك تمشي من هنا. راحت امه راحت داخله قالت له لا هي مش هتمشي من هنا، لو انت بتدور على اللي يمشي انت اللي هتمشي من هنا. ده هي بصراحه الله اعلم بقى. الست كانت كويسه؟ الله اعلم بقى ده فعلا يعني كان يعني الله اعلم ده كان حقيقي ولا هي فعلا كانت بتعمل كده قدامي. تمام. المهم ايه خلاص قال لها بقول لك ايه انت مالكيش دعوه، انا ومراتي انت مالكيش دعوه. راح ماسك لا مؤاخذه عندهم مرايه في الصاله، راح عاملها كده اهو وعايز ايه يجيبني انا. بيقول لها انا مش هسيبها غير لما اعورها. المهم رحنا راحت عشان ايه؟ لوحده والله العظيم لوحده، ما حد كلمه ولا حد عمل له حاجه. المهم راحت مدخلانا عندها الاوضه، اوضه النوم عندها. فهي قاعده كده وجوزها قاعد كده، وواحده كانت قاعده معاها اسمها ام محمد قاعده في الارض. المهم فبيقول لي بقى انت بتشتميني انا على الواتس؟ قلت له انا ايوه انا قلت كده، وانت يعني وانت كنت سكت؟ راح قال لي يعني انت شايفه ايه؟ قلت له انا مش شايفه حاجه، اللي انت عايزه انت عايز ايه؟ قال لي انا هعرفك دلوقتي انا عايز ايه. راح داخل جوه، راح ماسك شعري كده اهو، راح شايل دي كده اهو، راح ماسك الكحكه، راح قايل لي اهي اهو شعرك اهو. يعني هو اللي حلق لك شعرك مش هي؟ لا هو اول مره من 3 سنين كانت هي اللي قصلي شعري. ليه؟ اول مره من 3 سنين عشان هي اصلا ما كانتش موافقه على الجواز، ولما عرفت يعني بعد ما دخلت وعرفت ان انا حامل بقت تضربني بخرطوم الانبوبه وراحت قصلي شعري. بس كان منظر دماغي اصلا يعني
يعني تعتبر كان فيها يعني حبه شعر عن كده، مش عن ما هو يعني عن انت ما هو مش دلوقتي ما عندكيش شعر؟ لا دلوقتي فيه، هو يعني الحمد لله طلع حبه عن الاول. طلع يعني طلع حبه عن الاول. هو الاول اصلا كانش فيه خالص. امال انت كنت ليه بتتحايلي عليها في الفيديو؟ كان في فيديو بتوطي على رجليها كده، كان ليه؟ هي بتقول لي بصي على رجلي. عشان ايه؟ ده نفس الموقف؟ لا مش عشان انا يعني الشتايم اللي انا شتمتها لها، تقول لي مش انا اللي انت يعني ده كان غير يوم الحلاقه؟ لا ده كان غير يوم الحلاقه، ده كان بعد يوم الحلاقه على طول. ورحمة أبوك كفاية ولا جزمة لسان لا خلاص ورحمة أبوك وخلاص ده اللي ايه؟ يعني ده كان بعد يوم الحلاقه، حتى انا لما رحت بس بنتي ما شتمتيهاش ايام الحلاقه دي؟ لا ما انا كنت شتمها قبل منها لما كنت غضبانه، شتم ان انا ما يعني كانت لسه شايله منك يعني؟ الله اعلم. بتقولي كانت اتعدلت وبقت اتعدلت اتكلمت عادي حتى انا قلت لها امال ايه اللي خلاها؟ امال انت ليه كنت بتقولي لها سامحيني بقى بعديها بتقول لي بقى انت بتقولي عليا الكلام ده؟ قلت لها سامحيني. انا رجعت لها لا بس الطريقه اللي انت كنت بتحايلي عليها بيها زي ما يكون ان انت مهدده بحاجه او ان هي هتعمل لك حاجه. ما هي قبل كده بعتت لي قالت لي على فكره اي مكان انت هتقعدي فيه او اي حته انت هتقعدي فيها انا لازم ادلق لك وشك بميه نار. انا لما رجعت لها ما تلخبطنيش بس يا رحمه، دلوقتي بتقولي كلام مش منطقي شويه. يعني هي دلوقتي انت غلطتي فيها ايام مع ابوكي، ايام ابوكي ما توفى، تمام، وبعدين رجعتوا كويسين. لا رجعت لها انا بقى، هي رجعت اتكلمت معايا طبيعي معاكي وقالت له انت اللي تمشي مش هي اللي تمشي تمام. هو اتخانق معاكي حرق لك شعرك، ايه اللي يخليها بقى تاني يوم الحلاقه تقول لك انا مش مدرب؟ ابني مروان ابني كنت واخداه معايا عندها ماشي. المهم لما انا كنت غضبانه في الفتره دهيت هي كانت جايبه علاج لكارما اللي هي تبقى بنته. المهم جت قالت لي بقول لك ايه؟ قلت لها ايه؟ قالت لي انا جايبه علاج لبنتك ب 300 جنيه وعايزه حق العلاج ده. قلت لها طب انا اجيب منين 300 جنيه؟ كان معايا العده اللي معايا دلوقتي. فبتقول لي طب خلاص بيع العده. قلت لها لا العده مش بتاعتي عشان ابيعها. دي عده ايه؟ اللي هي دي دي تليفون يعني. قلت لها لا هي العده مش بتاعتي عشان انا ابيعها. راحت قالت لي يعني ايه؟ طب انا بقول لك انا عايزه 300 جنيه. 300 جنيه دول لو ما جوش الدنيا هتخرب. قلت لها حاضر. رنيت على يعني ناس كانوا بيساعدوني وكده، قالوا لي لا معلش انا قبل منها رنيت عليهم قلت لهم انا حصل معايا كذا 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 ولو قلت لكم بعد ما عرفتيش تجيبي الفلوس. ما جبتش الفلوس. ايه بقى اللي وصل الموقف ان انت توطي على رجليها كده؟ اللي وصل الموقف ان انا اوطي على رجليها كده هي كانت ال 300 جنيه دول لو ما جوش انت هتموتي. هي حتى قالت لي ال 300 جنيه ده لو ما جوش. 300 جنيه انت خدتيهم منها ولا؟ انا ما خدتهمش، هي كانت جايبه بيهم علاج للبنت لكارما بنتي. عايزاهم يعني. عايزاهم. فانا بقول له طب خلاص اديهم لها حاجه في حاجه. يقول لي وانا مالي انا اديهم لها ليه؟ رحت في اليوم دوت فسبت الوضع. انت اتطلقتي ولا لا؟ الحمد لله اتطلقت. معايا القسيمه اهي. هو اللي طلقك ولا رفعتي طلاق؟ لا هي ما كانت معترضه واختها كلمتني وقالت لي بقول لك يا رحمه. قلت لها ايه؟ قالت لي حذاري ناديه اختي تشوفك في اي حته انت بتشتغلي فيها. قلت لها خليها تعمل حاجه وكده كده القضيه لسه شغاله. محمد بيه هي لسه القضيه لسه شغاله؟ كانت لسه ايام القضيه كانت لسه شغاله. محمد ما اتحكم فيها خلاص؟ لا كان فاضل لها اسبوع على الجلسه بتاعتها وجت قالت لي اللي يرضيكي شوفي اللي انت عايزاه وانا اعمله لك. نزلتي؟ قلت لها انا عايزه اتطلق. نزلتي قدام الطلاق يعني؟ اتنازلت مقابل الطلاق. ده كانت عايزاني اتنازل الاول وبعد كده اتطلق. قلت لها لا انا كده بقى انا كده فعلا بموت. يعني انت دلوقتي عايشه لوحدك؟ ما مش معايا غير ربنا. يعني انت دلوقتي قبل كده كلمتيني وطلبتي مننا شقه؟ حصل يا استاذه. واحنا قلنا لك دوري على الشقه اللي انت عايزاها وهنجيبها لك. حصل. انت رجعتي قلت لنا قلت لنا ايه؟ انا قلت لحضرتك انا ما فيش حد عايز يديني شقه عشان انا متطلقه. كل اللي يعرف ان انا متطلقه يقول لي لا مش هينفع. طب ما انت لما كنت بنت قبل ما تتجوزي كنت عايشه لوحدك، ايه الفرق؟ لا بصي يا استاذه ريهام لما انا كنت بنت حاجه؟ لا مش لما كنت بنت حاجه. لما كنت بنت كنت قاعده في بيت ابويا، انما لما اتجوزت واتطلقت من جوزي الاولاني اللي بيت ابوكي فين؟ انت كنت قاعده لوحدك بتقولي. انا كنت قاعده في لوحدي دي في اول طلقه ليا اللي هي من جوزي الاولاني. انما ديت
مش انت كنت متجوزه قبل الراجل بتاع الميكروباص ده بتاع الخط ده؟ كنت دي بقى كانت اتجوزتي وانا لسه بنت. عندك كام سنه؟ كان عندي 14 سنه، كنت بين ال 13 وبين ال 14. طب ما انا بسالك من الاول ايه اللي قعدك لوحدك؟ قلت لي عشان في خلافات بيني وبين اخواتي. ايوه انا فكرتك بتتكلمي عن اول مره لما اتطلقت. يعني اتجوزتي وانت عندك 14 سنه وبعدين اتطلقتي وانت عندك كام سنه؟ اتطلقت وانا عندي 18 سنه. وخلفتي؟ انا جبت ادم ومروان. ودلوقتي في مين؟ دلوقتي ادم مع سته ومروان بس اللي معايا. يعني انت جوزك التاني ده ما جبتيش منه عيال؟ بصي يا استاذه ريهام، جوزي الاولاني اللي هو خدني وانا بنت ده جبتي ادم ومروان؟ جبت ادم ومروان. والتاني جبت منه كارما. ماشي. واللي عايشين معاكي دلوقتي مروان وكارما؟ لا كارما مش عارفه ايه. هي معاها وهي ما يعني انا حتى يعني لو رحت حتى عشان اشوفها مش بعيد، يعني ياخدوني جثه من قدام الباب. يعني انت اتنازلتي عن بنتك كمان؟ ما اتنازلتش، لا هي قالت لي اتنازلي. هي كان حصل اللي حصل كل ده كله عشان اتنازل عن كارما بنتي. قلت لها لا انا مش هتنازل. قالت لي طب ماشي، اقول لك انت بقى مش هتتنازلي، استحملي اللي هيحصل لي. قلت لها انا استحمل اي حاجه الا ان انا اكتب تنازل عن بنتي. يعني هي منين كانت عايزه تاخد فلوس الادويه ومنين خدتها تربيها؟ ما هي بقى لا مش بقى خدت تربيها زي ما تقول لي، يعني اللي هي ايه، هي اصلا ما كانتش عايزاها، وهي كانت قايله له ان بنتك بتعمل حمام على نفسها ومش عارفه ايه. بس لما تلاقيت كارما يعني بتفهم وكده، يعني مثلا تقول لها خش الحمام، تخش، تيجي تاني مره لما تيجي تعمل حمام تفتكر تروح داخله لوحدها كده. حلو. هي واخداها ليه بقى دلوقتي؟ لا هي دلوقتي بتقول لي يا بنتي، هي ولا بنتك ولا بنته، هو تنزل لي عنها. طب هو تنازل، طب ما رحتيش ليه عملتي محضر؟ ما انا عملت ولا انت مش قادره عليها؟ لا انا عملت محضر ان بنتي معاهم. يعني انا عملت محضر ان بنتي معاهم دلوقتي. ثبتي حاله. ماشي. ان بنتي معاهم. انت بقى مش قادره على مصاريفها فسايباها هناك؟ والله يا استاذه ريهام انا عايزه اقول لك، انا لو قدرت ان انا ابيع دمي عليها انا هعملها. مش بتاخديها ليه؟ ان هي مش، يعني انا ما شفتهاش غير مره واحده بعد ما اتطلقت. ايوه ما انت هي معايا كمان. اشتغلتي بالك قد ايه؟ انا اهو بقالي كده خلاص الشهر دوت هيخلص ابقى انا كده بطلع بقالي 3 شهور. ماشي. انت عايزاها؟ يعني ده بتمناها من ربنا ان هي حقك، هي حضانتك. نفسي يا استاذه ريهام والله العظيم والله العظيم. بصي انا لو اقول لك ايه، انا لو هلمع جزم على ان انا اكلها مش عيب. العيب ان انا بس اسيبها جعانه، او العيب ان انا ما اوريهاش الصح من الغلط. ايوه انت ما خدتيهاش ليه؟ مش فاهمه. ما هي واخداها، يعني واخداها ضغط، وانا مش عارفه ان انا اخدها، ان انا ما عنديش مكان. انا لو رحت دلوقتي وقلت لهم انا عايزه بنتي، هيجي الظابط يقول لي طب فين المكان؟ بس احنا هنجيب المكان. ما احنا هنجيب المكان. معلش انت قلت لنا ما لقيتيش في الحته اللي انت فيها شقه عشان انت متطلقه. فقلت لك دوري في حته تانية. ايوه انا دورت وتلاقيت شقه هتبدا يعني خلاص يوم 20 في الشهر ده ان شاء الله. طيب واحنا هنتكفل بموضوع الشقه ده وبعدين تقدري تجيبي بنت. نفسي يا استاذه ريهام انا بصي والله العظيم، يعني بصي نفسي اوريكي صورتها جميله قوي. هاخدها منك، بس انا قصدي اقول انك عايزاها صح؟ ولا هتتنازلي عنها زي ما مامتك اتنازلت عنك؟ بتمنى من ربنا ان انا اشوفها قدامي بس. ايوه يعني عايزاها ولا لا؟ عايزاها بجد. عايزاها والله العظيم عايزاها. هو لما عليها جسم مش عايزه حاجه تاني، انا عايزه اجيبها وربنا يرزقني برزقها بس. نفسي اشوفها قدامي، نفسي امسكها كده بس، نفسي بتمنى من ربنا والله العظيم يا استاذ ريهام. بصي انا لو انا افتريت عليهم او هم افتروا عليا، لو انا اللي افتريت عليهم سايب ربنا اللي يخلص ما بيني وما بينهم. لكن انا والله العظيم يشهد عليا ربنا انا فعلا ما افتريت عليهم والله العظيم، وغلبة ربنا فعلا وزمان ما افتريت عليهم. انا كنت بحب ابويا قوي، طلعت على الدنيا ما طلعتش حد يخرج قدامي. وما جه مات حزنت على كل حاجه بصراحه، لان انا اصلا ما كانش ليا حد غيره، مشوفتش حد قدامي غيره. واخدني وانا عندي عمر 40 يوم، كان شغال في هيئه النقل العام. يقول لي انا كنت باخدك كده
وانت لسه في اللفه اخدك اشطفك واغير لك واعمل لك الرضعه لما جات لك نازله شعبيه، واديتك لاخويا مراته اتحجزت بيكي في المستشفى. قال لي انت طلعتي عيني ووريتيني المرار على ما كبرتك كده. انت النهارده هنجيب الشقه وهتاخدي بنتك، نفسي يا استاذه عشان ما ينفعش بنت تتربى بعيده عن امها، صح؟ نفسي يا استاذه ريهام، بتمناها من ربنا. يعني بصي انا وانت هتروحي تاخديها بالذوق، ما ينفعش ترفعي قضيه حضانه. هي يعني في ناس قالوا لي يعني تبع البلد وكده، قال لي المفروض اصلا هم بعد الفيديوهات اللي هم عملوها معاكي ديت ان هم ما يعني البنت ملهاش ان هي تقعد معاهم. بالظبط، فاحنا هناخد حقنا بالقانون. لو هما ما جابوهاش عادي، هو انتوا برضو يبقى كويس، العلاقه تبقى كويسه قصدي. هو فين بقى جوزك؟ هي ماشيه يعني ما شفتوش؟ لا ما شفتوش من ساعه ما طلقنا، انا ما شفتوش تاني. طب امتى هنروح الشقه؟ هو ان شاء الله قالوا يعني يوم 20 ان شاء الله صاحب البيت قال لي تكون الشقه فاضيه.